طيب إذا كان لي خارج البلد 112 يوم، ليش ما حسمتوها؟ ليش ما حسمتوها؟ واحد، إذا لكم وجود في الشارع. اثنين، إذا كنتم مع الحلول السلمية وعلي عبد الله صالح أنه رأس المشكلة معاهم. طيب، نائبة عبد ربه منصور، وأنتم راضيين بتتحدثوا أنه يكون الرئيس المتفق عليه والمجمع عليه خلفا للرئيس موافقين. لماذا ما استغلتوا هذه الفرصة عندما كان الرئيس خارج وتعاونتوا مع نائب الرئيس؟ ما تقطعوش الكهرباء في مارب، ما تحتلوش المعسكرات في فرضتنا ونقيل بن غيلان، وتعتدوا على المعسكرات في أرحب، وتعتدوا على الأمن في تعز، وتحرضوا باحتلال القصر الجمهوري في تعز والمجمعات، وتسقطوا محافظة أبين العاصمة، تسقطوها بالتعاون والتزامن والوثائق الموجودة بأصواتكم بأدلة دامغة إن أنتم على تنسيق كامل مع تنظيم القاعدة فيما حدث في أبي. هذا الوطني أنا ربي وترعرع وتعسكر ضيبط ورأس في هذا الوطن، وأكلت من خيرات هذا الوطن، وتذكرت من ثقافة هذا الوطن، وفهمت ماذا يريد الوطن، رغم بعض دراساتهم لن يفهموا ولن يفقهوا من خلال دراساتي كانت متواضعة، ولكني تثقفت وترعرعت وتعلمت وفهمت وساير وسمعت من كل القيادات الوطنية السياسية اقتصاديا وقانونيا وثقافيا وعلى كل المستويات. تربيت خلال 25 مليون مواطن ومواطن، كيف سيطمئنوا إليكم؟ هذا وأنتم لا تملكون القوى العسكرية. لو كان ملكتوا جزء من ما نمتلكه من القوى العسكرية قد دمرتوا البلد، لكن من حسن الحظ لا يمتلكونها. عناية سماوية وعناية أرحم الراحمين ألا تمكنهم من قوى عسكرية. الله